اشتريت قطعة فرنسية من البالة. فطرت الاول سندوتشات شيبسي من محلي المفضل عند بيت تيتا. بعد كده رحت الوكالة، كان الساعة 12 الظهر يوم الاحد. كان اليوم ده فاضي قوي وكنت محظوظة. تعالوا بقى اوريكم جبت ايه. اشتريت كمان البلوزة دي، كنت نفسي الاقي حاجة بنفس التفاصيل اللي هي تفاصيل البيجامة شوية كده والالوان. واحسن ميزة فيها ان هي بكم، فانا لو لبستها مثلا تحت سلوبات فمش هضطر ان انا اقول نص كم لا او الكلام ده. هو براند فرنساوي وتفاصيلها تحترميها قوي. يعني بصوا الاوبليت لون القماش، وبصوا كمان لاحظت ايه، يعني دي البلوزه من بره، دي بقى من جوه. بصوا تفاصيلها كاتبين بقى هي اتعملت ازاي ومين اللي عملها. قماشتها جايه على ستان شويه، عارفين انتوا قماشه القماشات القديمه. فبصراحه محترمها قوي. هي عيبها الوحيد ان هي قصيره شويه، بس كده كده انا هلبسها تحت سلوبيت. لسه جايه من السفر حالا، لسه داخله يعني بقالي نص ساعه، ارتحت شويه. بعد كده طقت في دماغي ان انا هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها من الوكاله عشان اوريها لكم في الميعاد اللي انا اشتريت فيه يعني. فتعالوا نشوفها مع بعض كده. لسه طبعا ما اتنضفتش ولا اي حاجه. ده فستان ماما، انا سرقته من دولابها. فتشوا الدولاب يا ماما، هتلاقي فيه فستان ناقص بس هرجعهولك يعني. تعالوا بقى اوريكم اول حاجه اشتريتها. مش هقولكم بالترتيب يعني، بس انا اشتريت المره دي البنطلون ده. مش عارفه هو حريمي ولا رجالي. هو مخطط كده، رمادي غامق خالص. هو كلاسيك، انا اصلا بحب البناطيل دي، بحس ان انا بحترمها. اول حاجه اشتريتها بقى من الوكاله هي البلوزه السواري دي، معموله هاند ميد كليا. انا بقى بحترم الحاجات اللي بتبقى في الظهر دي، اللي هو بيبين فعلا ان في حد طرزتها بايديها. دي مصنوعه في الهند وحساها براند محترم قوي، بس انا ما اعرفش البراند ده. كده كده هصور لكم طبعا التيكت علشان تبقوا عارفين انا بتكلم على ايه. عجبني فيها اللي هي طويله، فانا ممكن البسها على اي حاجه هتبقى تمام. بنص كم هي يا دوب مقاسي، بس انا بصراحه ما قدرتش اسيبها. حتى قلت لو هي حتى صغيره انا مش هقدر اسيبها، عشان حاسه ان هي شكلها قيم قوي. وحاسه ان يعني بصوا لقطه. اشتريت ده، هو تفاصيله مش باينه قوي، هو براند بريمارك. البسه بقى على اي بادي مثلا في ورد، وكده كده البس عليه جاكيت. البسه على لو انا لبسته على جيبه سودا تبقى حلوه قوي. بس كده استنوني بقى عشان هطقم الحاجات دي كلها معاكم. سلام.